السادة الحضور الكل من الصحفيين، مباراة النادي الساحلي والنادي الصفاقسي تجي بعد فترة طويلة لا توقف البطولة، بعد ما الفريق بتاعنا شهد العديد التغييرات سواء على المستوى الرصيد البشري ولا حتى على مستوى الإطار الفني. نقول فترة الناس الكل تعرفوها، فترة انتقالية، مش لازم نرجعوا للمغادرين اللي هما نسبة تقريبا 30% من الرصيد البشري تاع الفريق. جذبنا المجموعة سواء بالانتدابات اللي كانت على نوعين، انتدابات نتاع لاعبين اللي عندهم القدرة باش يعطوا الإضافة الحينية، يعني سواء من تونس كما مرياح والزيادي اللي لاعبين يلعبوا في الرابطة المحترفة الأولى، كما كيف اللاعبين الأجانب نتاع فيتا كلوب، وكذلك نوعية ثانية نتاع لاعبين المستقبل باش نحملوا المسيرة نتاع الفريق اللي هما كما الحكيمي لاعب جنوبة ونيانغ لاعب المنتخب السنغالي المتوسط، وكيف ماريوس المهاجم الكاميروني الشاب نتاع المنتخب الأولى الكاميروني، والى جانب اللاعبين النخبة اللي من مدرسة التكوين اللي صعدناهم مع الفريق. هذا يعطينا رصيد بشري جديد، رصيد بشري فيه مجموعة معناها جديدة، تطلب هذا عمل وتطلب مجهود. الحمد لله استغلينا فترة الراحة، عملنا تربص طويل المدى، عملنا تقريبا 6 مباريات ودية باش نشوفوا الجاهزية نتاع الفريق. اليوم كله رغم اللي احنا مش ندخلوا اللقاء الأول اللي هو بلغتكم انتم الصحفيين للعيار الفقير في أول موعد مع السنة في البطولة، منقوصين من تقريبا 3 أو 4 لاعبين، لكن النادي الصفاقسي ديما عنده الإمكانيات وعنده الطموح باش يمشي بعيد في مشوار البطولة وباش يأمن 3 نقاط اللي هو الهدف بتاعنا من خلال اللقاء، رغم نعرفوا قيمة المنافس ورغم أنه اللقاءات هذه ما فيهاش أحكام مسبقة، لكن النادي الصفاقسي عنده من القدرة وعنده من الثقة أنه يدخل المباراة هذه بحظوظ لمناقشة ال3 نقاط، وإن شاء الله نتوفقوا وناخذوا النقاط اللي تخلينا نستغلوا مرحلة الإياب بحظوظ وبمعنويات كبيرة. كلمة أخيرة، قلت أنا عززنا المجموعة بلاعبين مدربين وعززنا الإطار الفني بمعد بدني جديد اللي هو السيد حاتم عموري، هو من أبناء الجهة ولد صفاقس، لكن عنده 10 سنوات في فرنسا وخدم في أندية معروفة كما كان كما نيس، دونك كفاءة إضافة للرصيد البشري نتاع الإطار الفني.